يا كابتن حسام يا حسن، يا كابتن حسام يا حسن، ناصر منسي يا كابتن، اللي انت ما اديتلوش دقيقه في ماتش اسبانيا ولا في ماتش السعوديه. ها، اللي انت يعني انا مش عايز اتكلم كلام، خليه في وقته. ما ينفعش ان انت تاخد فرود ما كنتش خدته، زي ما خدتش محمد اسماعيل ومحمد شحاته. وان انت قبل المباراه اللي هي كانت بتاعه افريقيا كايزر تقوم جاي رايح، ولا مش فاكر كانت ماتش ايه، المهم يعني تعلن القايمه قبلها بيوم. هيا يا كابتن حسام، انت قاصد الحاجات دي؟ طبعا انا اكتر واحد عارف الكلام ده. انت قاصد الكلام ده. لازم يبقى فيه شفافيه يا كابتن، لازم يبقى فيه شفافيه. ما تستنى اليوم واعلن قائمتك عادي، وخد اللي تاخده، ما تاخدش اللي ما تاخدوش، براحتك. بس ادي ناصر منسي بيرد عليك اهو، انت خدته لا دقيقه في ماتش السعوديه ولا دقيقه في ماتش اسبانيا، ومحدش يقول لي اصل ما بيلعبش براسات حربه. امال هو رايح ليه؟ امال هتكسب ازاي؟ ما انت رايح عشان ان شاء الله في كاس العالم تكسب، تعدي الدور اللي بعد كده. ما انت لازم تبدا من دلوقتي تعود لعيبتك على المكسب وعلى طريقه لعب. سيبك من طريقه اللعب اللي هي الوهميه بتاعت ان ايه، مش هلعب براس حربه. سيبك من الكلام ده. المهم ربنا كرم ناصر النهارده بجونين عشان يرد عليك يا كابتن حسام.